السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات مروة محمود والطبخ بريشة. أكلتنا النهاردة عبارة عن تورلي بالخضار مع صينية فراخ بالفرن. أنا بعمل تملي تورلي بالصلصة مش سوتيه. فبحط كل المكونات كلها مع بعض في الفرن مع صينية فيها كل الخضروات طبعا اللي بنحبها، او بقى اللي ولادي كلها يعني ما بيحبوهاش بحاول احطها معايا في الصينيه او في الطاجن، على اساس بتدي نكهه وطعم رائع وبتدي توليفه كده جميله جدا. اولا قبل ما اقول الوصفه، يا ريت تدعموني باللايك والشير والدعم في الكومنتات عشان يوصلكم كل جديد. انا بحاول طبعا اختصر الفيديو علشان الخلاصه تكون اسرع. هنا معايا طبق مشكل من الخضروات، فيه بطاطس يعني الكميه دي تكفي ل4 افراد. 2 ثمرة بطاطس مقطع مكعبات مع 2 ثمرة جزر برضو مكعبات، وبحاول مكعبات تكون كبيرة تستحمل الفرن، مع حوالي نص كيلو من الكوسة، وحوالي تلت او ربع بس فقط فاصوليا خضراء، مع بصلاية كبيرة وفصين توم و2 قطعة او ثمرة طماطم متقطعة قطع مدورة، وشرايح الفلفل الرومي مع الفلفل الحامي. طبعا هو ينقصهم البسلة مش موجودة، بس انا عشان عندي كله فريش ما حبيتش احط اي شيء مجمد زي ما احنا شايفين كده. ومعايا هنا فرخة متقسمة لنصين، نص هسلقه واعمل معاه شوربة بلسان عصفور، والنص التاني هحطه مع الخضار في الفرن، ومقطعة تحتيهم شرايح بصل. شرايح البصل دي عبارة عن شرايح رفيعة جدا من البصل مع توابل فلفل اسود وكمون وبهارات وكزبرة ونص ليمونة تقريبا. لو ما فيش ليمون يبقى بلاش نحط خل، لان الخل بيظهر زفارة الطيور عموما. وهنا معايا بيوريه طماطم. الطماطم دي طماطم مطبوخة مع طماطم بيوريه انا عاملاها في البيت، فيها برضو نفس التوابل اللي انا حطها على البصل مع اضافة الملح علشان اتبل بيها الفراخ. وطبعا انا مقطعة الفراخ عامله لها فتحات عشان تتخلل يعني التوابل كلها تخش جوه تحت الجلد. كمان هحضر صينيتي واحط الفراخ واوريها لكم قبل ما ادخلها الفرن. ودلوقتي حطيت الفرخه وحشيتها طبعا تحت الجلد بشرايح البصل اللي انا وريتها لحضراتكم، متبله كويس جدا وبتدي نكهه وطعم طبعا خرافه. تمام. وعندي هنا هبدا اضيف الصلصه زي ما احنا شايفين كده. تمام. وبعدين بعدلها على الوش التاني كده. طبعا انا في الفتحات دي عايزه اسفه ثواني، في الفتحات دي عايزه الخلطه كلها تظهر عندي وتدخل جوه، لازم انا ادخلها في الفتحات دي كده كلها علشان الطعم كله يجي عليها. طبعا ما ننساش انها تنزل شوربتها كلها في الصينيه او في الطاجن. فانا الكميه دي انا بخلصها كده زي ما احنا شايفين كده. تمام. وببدا ان انا اضيف معلقتين زيت بس، حابين نحط سمنه مفيش مشاكل، يعني حاجه بسيطه كده بس كده. بتنكهها طبعا جدا وبتبقى رائعه. وبورق الفويل بحاول اعمل طبقتين. طبعا لو في ورق حراري انا كنت بضيفه، بس للاسف انا فوجئت دلوقتي ان خلصان عندي فمش هقف طبعا، فبضيف طبقتين من الورق الحراري علشان تكون الحراره كويس جدا داخل الفرن. لو في فرن كهربائي بنحط على 360 درجه لمده ساعه. لو فرن عادي بتاع البوتاجاز بنحط على درجه 200 او 240 حسب اللي موجود عندنا، كل واحد درجه الفرن الخاصه بيه، لمده ساعه. وبعد كده بكشف الفويل
وبسيبها تاخد وش. بعد ما تطلع من الفرن وتاخد الوش المناسب هبقى اوريها لحضراتكم مع الرز بالشعريه ولسان العصفور، شوربه اللسان العصفور، وكمان النص التاني اللي احنا سلقناه هنحمره في سمنه بلدي. هنا بنكون وصلنا للمرحله اللي احنا عاوزينها ودرجه كويسه جدا زي ما احنا شايفين كده. شايفينها ولا مش شايفينها؟ بس الدرجة دي ذهبية جميلة جدا. ابدأ اضيف المية بتاعتي نفس مقدار الرز والشعرية. بضيف لها بقى الملح والرز واوطي عليه لحد ما يستوي، هنرجع لبعض تاني. وده شكل الطاجن بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. خضار مشكل مع فراخ مشوية، وزي ما عرفنا في اول الفيديو قسمته قطعتين، محمر وبالسمنة البلدي وشوربة بلسان العصفور ورز بالشعرية. واتمنى الفيديو يكون عجبكم.